المصالحة عاملة ازاي؟ محمد كان في المغرب. روح شوف المصالحة المغرب، روح شوف المغرب النهارده عامله ازاي. شوف الملك اللي عندهم طور السياحه تطور. احنا عندنا مستثمرين سياحيين في مصر بيفتحوا اوتيلات في المغرب. اوتيلات مين؟ احنا عندنا مستثمرين سياحيين في مصر ذهبوا الى المغرب وبيشتروا فنادق. كامل ابو علي فنادقه كلها في المغرب اخذ جوائز دوليه. كويس؟ اكبر فنادق في مراكش. عندنا اوامر صدرت في بلد. شوفوا بقى انتوا رايحين ناس بقى عماله تتكلم وطالعه تشد في شعرها ويقول لك الارض ام دولار والارض ام 10 دولار والحاجات دي كلها. الملك اصدر قراره ان اللي هيروح يستثمر في اغادير ويبني ارضه مجانا ببلاش تماما. شوفوا اغادير دي بقت عامله ازاي. تعالوا اتفضلوا ابنوا في بلدنا واعملوا مشاريع. روحوا بقى اتفرجوا. مصنع رينو اللي فتح في المغرب ده يا جماعه، بنتكلم على مصنع جبار، بنتكلم على اشياء بتتغير. طب انا عايز اقول لحضراتكم حاجه بسيطه جدا. ويبني ارضه مجانا ببلاش تماما. شوفوا اغادير دي بقت عامله ازاي. تعالوا اتفضلوا ابنوا في بلدنا واعملوا مشاريع. روحوا بقى اتفرجوا. مصنع رينو اللي فتح لنا مستثمرين سياحيين في مصر بيفتحوا اوتيلات في المغرب. اوتيلات مين؟ احنا عندنا مستثمرين سياحيين في مصر ذهبوا الى المغرب وبيشتروا فنادق. كامل ابو المصالحة عامله ازاي؟ محمد كان في المغرب. المصالحة روح شوف المغرب، روح شوف المغرب النهارده عامله ازاي. شوف الملك اللي عندهم طور السياحه تطور. احنا عندنا شوفوا بقى انتوا رايحين ناس بقى عماله تتكلم وطالعه تشد في شعرها ويقول لك الارض ام دولار والارض ام 10 دولار والحاجات دي كلها. الملك اصدر قراره ان اللي هيروح يستثمر في اغادير علي فنادقه كلها في المغرب اخذ جوائز دوليه. كويس؟ اكبر فنادق في مراكش. عندنا اوامر صدرت في بلد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.